يوم الحسم، يوم معرفة من هو بطل الدوري المصري لعام 2024-2025. أهلا بيكم في حلقة جديدة نارية من زياد سبورت. أتمنى من حضرتك قبل ما أبدأ الفيديو اللايك الجميل، وإنك تنزل تشترك تحت في القناة وتدوس الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة هنعرف مين بطل الدوري رسميا بقى خلاص. هل هيكون بيراميدز ويأكد إنجازه التاريخي في الموسم ومعجزته التاريخية، ولا الأهلي يكمل سيطرته التامة على الدوري المصري؟ نبدأ بتشكيل متوقع لفرقتين المباراة النهاردة. طبعا النهاردة الأهلي هيلاعب فاركو الساعة 8 وبيراميدز هيلاعب سيراميكا الساعة 8. تشكيل متوقع للأهلي، بعد كده نبدأ نحلل آخر ماتشين. آخر ماتش للأهلي اللي هو البنك الأهلي، وآخر ماتش لبيراميدز اللي هو صن داونز. تشكيل متوقع للنادي الأهلي: الشناوي في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، مصطفى العيش، محمد هاني، كوكا، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، بن شرقي، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي. ده التشكيل المتوقع بالنسبة للأهلي لمباراة الليلة. بيراميدز النهارده كورنوسلاف بيواجه تحدي، لأنه لازم يعمل توليفة للماتش الجاي اللي هو ماتش سان داونز، مش ماتش النهارده بس. فالتشكيل المتوقع: أحمد الشناوي، أحمد سامي، علي جبر، أو محمود مرعي. يعني التلات ارتباكات بصراحة جامدين، بس أنا أعتقد إن هو هيبدأ بعلي جبر، محمد الشيبي، محمد حمدي، بلاتي توريه، وليد الكارتي، احمد عاطف قطه، ابراهيم عادل، مصطفى فتحي، وفيستون مايلي. تشكيلة أساسية بص، شيل علي جبر. التشكيلة الأساسية بتاعت الماتش اللي فات بالحسابات كده، أنا أعتقد إن نفس التشكيلة بتاعت ماتش سان داونز هتبدأ، ولو في تغيير هيبقى علي جبر. خلاص. ف دول التشكيلة المتوقعين بالنسبة لي. آخر ماتش للأهلي للبنك الأهلي، ماتش طبعا كان صعب جدا، وماتش محتاج جهد رهيب للفوز، ذهنيا بدنيا فنيا. تلاقي الفرقة واقفة صح دفاعيا، بتجيب فيك جون وبتتعادل عادي جدا. مدرب بيلعبك صح، فرقة من القلائل اللي بيعرفوا يلعبوا الأهلي في الدوري المصري، ويعني فرقة غيرت مسار الدوري أصلا. فلا أنت كسبت في الدقيقة 96 بعد مباراة دراماتيكية، مباراة مثيرة. إما مشكور بيجيب فيها جون عالمي عالمي، ويا النور بيتعادل فيها من خطأ دفاعي غريب، ويبقى بيخلص الشوط الأول 1-1. الاهلي يفضل يحاول ويعافر وبوم والتحامات وهجمات على الاهلي وضربة جزاء فيها شك بقول لك احداث المباراة. وفي الاخر مروان عطية بيعمل كورة لونج باص لياسر ابراهيم اللي بيحط فيها راسه، وتيجي متقشرة لوسام ابو علي، وسهلة جدا بيحطها، وبيخلص الماتش 2-1 وفوز ثمين جدا. طبعا اللعيب اللي لا غنى عنه في التشكيلة هو مين؟ مروان عطية، اللعيب اللي بيتحكم في رتم النادي الاهلي. بناء الهجمه هو اللي بيبنيها، هو اللي بيحول الاهلي من حاله الدفاع لحاله الهجوم. لو هو بيسرع الريتم هتلاقي الاهلي بيوصل لجول الخصم في دقيقه، في نص دقيقه، ما بهزرش. لو هو بيبطئ الريتم يبقى كل واحد ينتشر في مكانه، كل واحد يقف في مكانه، هنبدا نلعب هجمه منظمه. اللعيب اللي لو مش موجود في التشكيله بتكون غير متوازنه، وبتكون ناقصها الترس الاهم في الماكينه. يعني الماكينة بيبقى فيها كذا ترس، ترس مناطية هو أهم ترس، لو اتشال الماكينة ما بتشتغلش. هو ده تشكيلة الأهلي بالظبط. تشكيلة بيراميدز بقى اللي حدث ولا حرج يعني. لو شفنا مصطفى فتحي الماتش اللي فات غاب عادي جدا، فأنا تشكيلة بيراميدز صراحة ما فيش غياب مؤثر فيها بيحصل، وهي تشكيلة متكاملة. النهاردة يبقى ماتش صعب قدام علي ماهر. كولونوسلاف محطوط في اختبار صعب جدا، جمال النحاس محطوط في اختبار صعب جدا، وهنشوف الماتشين هينتهوا على ايه. ولكن انا توقعي الاهلي بطل الدوري المصري لعام 2024 2025 بعد الفوز على فاركو. وبيراميدز برضه هيفوز، يعني انا بقولك توقعي بيراميدز هيفوز والاهلي هيفوز، ولكن طبعا هيبقى فرق النقط للنادي الاهلي. وبيراميدز هيبدا يركز على دوري ابطال افريقيا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، وصلنا للنهايه. يا رب الفيديو يكون عجبك، دوس اللايك
واشترك في القناة تحت لزياد سبورت، ودوس الجرس يوصلك كل جديد. وسلام.